جمعت لكم جزء من الحلويات اللي انا بعملها على مدار كذا سنه، الحمد لله عمرها ما فشلت معايا. صدقوني والله العظيم لو مشيتوا على الوصفه بالظبط ولا واحده في الفيديو تفشل منكم، كلهم هيطلعوا تحفه والطعم ولا غلطه. كمان الميزه ان انا مش بعمل كميات كبيره، انا دايما بجرب في مقادير قليله، فهتلاقوا المقادير كلها سهله وبسيطه، لا بتحتاج بيض كتير ولا مكونات كتير. طبعا في حاجات تصوير قديم وحاجات تصوير جديد، فلو التصوير القديم مش قد كده اعذروني، بس صدقوني هتستفادوا فعلا جدا من الفيديو. الاكلير او البروفيترول، الاتنين عجينة واحدة، بس في الناس بس بتزود مقدار البيض شوية في الإكلير. جربوه بجد بالطريقة دي، من الحلويات السهلة جدا فعلا وبسيطة، والله هينجح معاكم من أول مرة. أهم حاجة تمشي على خطوات مظبوطة. أول حاجة حطيت نص كوباية دقيق، أنا مستخدمة الكوبايات المعيارية. هضيف عليها ذرة من الملح وهركنهم على جنب، دي كده المكونات الجافة اللي معايا. بعد كده المكونات السايلة هضيف نص كوباية مية، ودي نفس نص الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، وهضيف عليها ربع كوباية من الزبدة الطرية، ولازم الزبدة تكون طرية عشان تعرفوا تعايروا ربع كوباية منها يكون المقدار بتاعها مظبوط. حطيتهم على النار، بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر، وهسيبهم لحد ما يوصلوا للغليان. وكمان الزبدة تكون ساحت، هو على ما المية تغلي اصلا هتكون الزبدة ساحت تماما. حطيت بقى معاهم السكر وقلبتهم كده، وهسيبهم يغلوا مع بعض. خلاص هنا بدأوا ان هم يغلوا، هضيف بقى دقيق مع ذرة الملح، وهبتدي ان انا اقلب العجينة واسويها على النار لمدة دقيقتين بالظبط. انا هقلب فيها واسويها لحد ما تتكون معايا عجينة واحدة وكل الدقيق يختفي تماما. النار تكون وسط اقرب للهادية، وبلاش تسووها على عين بوتاجاز كبيرة، يعني يفضل العين تكون وسط او صغيرة. فضلت اسوي فيها كده، طبعا انا شغالة فيها، يعني ما بتسيبوهاش من ايديكم لحد ما تتكون معايا كورة واحدة. يعني هنا خلاص بدأت اهي تلم معايا، بس لسه برضو شوية. هفضل اعمل فيها بالاسباتيولا كده واقلب فيها كل ده وانا فاتحة النار على فكرة، لحد ما تبقى معايا كورة واحدة وتتكون معايا زي عجينة كده. يبقى كده خلاص العجينة استوت. انا بسيبها دقيقتين بالظبط على النار، طبعا مع التقليب المستمر. هي ما بتاخدش اكتر من دقيقتين، او مجرد ما تلم معاكم. يعني بصوا هنا هي بدأت هي تلم معايا خلاص وبقت عجينة واحدة. هرفعها بقى من على النار وهحطها في طبق وهفردها كده بالاسباتيولا، وطبعا هسيبها تبرد يعني شوية، يعني تكون بس دافية، مش هسيبها تبرد كتير عشان بس ما تسويليش البيض. وبعد كده معايا بيضتين، طبعا البيض بدرجة حرارة المطبخ، يعني مخرجة من قبلها بالتلاجة، يعني ما يكونش لسه خارج من التلاجة. هنضيف بيضة، انا استخدمت بيضتين بس. ضفت اول بيضاية وهضيف معاها فانيليا. بعد كده هبتدي ان انا اقلب بالمضرب اليدوي عادي. طبعا ممكن تستخدموا المضرب الكهرباء او العجان، بس هي مش مستاهله، انا بشتغل بالمضرب اليدوي خصوصا ان انا مش عامله كميه. وبضرب فيها كده لحد ما البيضه تختفي تماما. في الاول هتحسوا ان الخليط بايظ منكم كده، مع التقليب المستمر زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، انا ما رضيتش اقطع الفيديو عشان تشوفوا. البيضه اختفت تماما. بعد كده هضيف بقى البيضه التانية. طبعا خلاص انا حاطه فانيليا فمش هضيف فانيليا تاني. وبرده هقلب لحد ما البيضه تختفي تماما. في الوقت ده كده انا شغلت الفرن يسخن. الاكلير اهم حاجه فيه التسويه بتاعته، تسويه العجينه لما بتسووها على البوتاجاز. تاني خطوه التسويه بتاعته بعد ما بتشكلوه تخبزوه. قلبتها بقى بالاسباتيولا كده. بعد كده معايا الشكل اللي هو بتاع الاكلير. طبعا لو هتعملوه بروفيترول ممكن تحطوا العجينه في كيس حلواني كده على طول وتشكلوه، او لو هتعملوه اكلير طبعا لازم تستخدموا القمع بتاع الاكلير اللي هو ده اللي هو 8 اف تي. هحطه بقى في كيس حلواني. انا دايما بستخدم اللي هو الكيس الحلواني اللي هو استخدام المره الواحده. والصاج انا دهناه زيت دهنه خفيفه. بعمل بقى الاكلير بالشكل ده كده. وما تقلقوش لو جت واحده منكم معوجه او حاجه، هو بيتظبط في الفرن لما بيتنفخ. التسويه بقى يا جماعه انا بدخله الفرن. الاول بسخن الفرن قبلها ب5 دقايق تقريبا. بعد كده بدخله على اعلى حاجه في الفرن من فوق، يعني ما يكونش في النص او يكون مثلا فوق النار مباشره، لا في اعلى رف عندكم في الفرن من فوق. وتشغلوا الفرن يسخن، وبعد كده اول ما بتدخلوه بتهدوا النار تماما علشان يستوي براحته وكمان يتنفخ معاكم، ما يعجنش من النص. وبسيبه لمدة من 40 ل 45 دقيقة بالظبط، مش اكتر من كده ومش اقل من كده. بس اهم حاجة النار تكون هادية تماما. بعد ما شكلته بحط ايدي كده في مية وببتدي ان انا اعمل الاطراف بتاعته اسويها. هدخله بقى الفرن وزي ما قلت لكم خلوه مرفوع خالص بعيد عن النار عشان يستوي براحته.
ولو مقلقين من الفرن بتاعكم ممكن بعد نص ساعة تفتحوا فتحة بسيطة بس تبصوا عليه. انا بياخد معايا 40 دقيقة بالظبط. اهم حاجة تخرجوه من الفرن هو ناشف، ما يكونش طري، واهم حاجة النار تكون هادية عشان ما يتحرقش منكم، وفي نفس الوقت او ياخد لون من بره ويكون لسه ني من جوه او يكون عجين من جوه. طبعا هنا خلاص هو اتنفخ معايا ومستوي. اول ما بطلعه بسيبه بس يهدى حاجة بسيطة، يعني دقيقة كده، ببتدي ان انا اقلبه على وشه علشان الارضية بتاعته تفضل ناشفة. واهم حاجة شيلوه من الصينية بتاعته علشان السخونة ما تخلوش يرجع يطرى تاني معاكم. بالنسبة للحشوة طبعا الاكلير بيتحشي باستر كريم. ممكن تعملوه بيتي عادي، بس انا بصراحة بفضل الطريقة دي، بتبقى احلى بكتير كمان من البيتي، وفي نفس الوقت مش هتكون مكلفة قوي. بستخدم الاول ميكس ميه مع لبن. لما بضرب الكريمه بستخدم ميكس ميه مع لبن دايما، مش بستخدم لبن بس او ميه بس، طبعا تكون ساقعه. انا حطيت ربع كوبايه من الباستري كريم البودر كبديل للسكر. اولا هيخلي الكريمه غنيه جدا وتحفه، وفي نفس الوقت هيديكم طعم الباستري كريم اللي هو البيتي. ضفت بقى ربع كوبايه من الباستري كريم البودر. طبعا خلاص مش هضيف سكر لان هو اصلا بيبقى مسكر، وضفت عليه نص كوبايه من الكريم شانتيه. انا بستخدم اللي هي ريتش المتحده، وضربتهم مع بعض. حرفيا هتاخدوا احلى كريمه ممكن تجربوها. ممكن كمان على فكره تحطوا سكر عادي تضربوه مع اللبن المتلج او الميه المتلجه، وتضيفوا كريم شانتيه عادي وتعملوه محشي بالكريمه لو مش عايزين تضيفوا بس الكريم. بس بجد جربوه بالطريقه دي تحفه بجد فعلا. ان انتوا تستبدلوا الباستري كريم، تستبدلوا السكر بالباستري كريم، هيبقى معاكم تحفه. الكريمه هتبقى غنيه جدا. ضربتها بقى لحد ما بقت بالقوام ده كده. بعد كده لازم اديها تقريبا بالاسباتيولا. اي كريمه بضربها لازم تقلبوها بالاسباتيولا علشان تنعم معاكم اكتر وتخرج اي فقاعات هواء. هحطها بقى في كيس حلواني وهفتحه فتحه بسيطه على قد الحشوه. طبعا لو عندكم الشكل اللي بتحشوا بيه هيكون افضل، بس انا مش عندي، فهحطها في كيس الحلواني كده. وللاسف علشان انا ما عنديش، فاضطريت ان انا افتح الفتحه بتاعه الاكلير، اوسعها كده شويه عشان اقدر ان انا ادخل طرف الكيس فيها واحشيه. انا بجيب اللي هي الستيك بتاعه السوشي دي، بتكون عريضة شوية، وببتدي ان انا افتح بيها. طبعا ممكن تستخدموا خلة عادية. بفتح الفتحة وبعد كده ببتدي ان انا يعني اعملها زي ما انتوا شفتوا كده، يعني حركات دائرية علشان اوسع الفتحة اكتر. وطبعا ممكن تقسموه نصين، تفتحوه من النص وتحشوه عادي، او تحشوه من تحت زي ما انا عملت كده. طبعا بدخل اللي هو طرف الكيس وببتدي ان انا اضغط، واول ما بحس ان هو خلاص اتنفخ في ايدي وتقل واللي هو يعني بقى مليان من جوه من الحشو، خلاص بوقف على كده عشان ما يفتحش منكم. اهو بفتحها بالشكل ده كده وبعملها بالطريقه دي، هتلاقوها بتتفرج معاكم بكل سهوله. ببتدي بقى ان انا احشيه لحد ما احس ان هو اتملى كده وتقل معايا. انتوا هتحسوا بيه في ايديكم ان هو اتنفخ، هتعرفوا ان هو خلاص كده تمام اتحشى كويس من كله. اهم حاجه ما تبالغوش قوي في الحشو عشان ما يفتحش منكم. انا هنا الكريمه خلصت مني، فحشيت الجزء اللي هو بتاع البروفيترول. بصوا انا حشيته بكريم شانتيه عادي. ضربت الكريمه مع السكر واللبن وحشيته بيه عادي. معايا بقى شوكولاته خام ساده. ممكن طبعا تستخدموا بالحليب لو مش حابين الساده، بس انا بفضل بصراحه الساده عشان بيكون سكرها معقول شويه عن اللي هي بالحليب. سيحتها على بخار ميه وضفت لها معلقتين زيت وقلبتها، وبعد كده حطيتها في طبق. وهبتدي ان انا احط الاكلير كده من الوش فيها واغلفه كويس بيها، وبعد كده بسيبها تنشف على جنب. طبعا مش بدخلها التلاجة مباشرة علشان الشوكولاتة بتكون في درجة حرارة معينة. لما تيجوا تدخلوها التلاجة بتبقى درجة الحرارة مختلفة، فممكن الشوكولاتة تشقق منكم. فسيبوها الأول تنشف بره التلاجة، وبعد كده تقدروا تدخلوه التلاجة عادي. بعد بقى ما الشوكولاتة نشفت عملت خطوط عليه كده بنفس برضو الشوكولاتة. طبعا ممكن تحطوا مكسرات، ممكن اي حاجة، بس لو هتضيفوا عليه حاجة لازم وهو الشوكولاتة لسه طرية علشان تمسك فيها. سواء حطيتوا مكسرات او حطيتوا اي حاجة تانية. بجد جربوه حرفيا تحفة، هيعجبكم جدا، طعمه رهيب، عامل زي الجاهز واحلى كمان. بجد مخدوم صح قوي، بجد اطعم من الجاهز فعلا جدا. لما تجربوه هتعرفوا بنفسكم. بصوا بقى من جوه عامل ازاي. طبعا كمان ممكن تغلفوه من بره باي صوص انتوا حابينه، يعني مش شرط ان انتوا تغلفوه بالشوكولاته. بص مفرغ من جوه ازاي، والكريمه يعني محشيه في كله، يعني مفيش مثلا حته ناقصه كريمه او حاجه. انا على فكره اول مره عملته فيها كنت عاملاه بروفيترول ومصوراه فيديو قبل كده ونجح معايا، فما تقلقوش مش هيفشل منكم. تعالوا نعمل مع بعض التورته اللي هي بتاعه الطبق اللي طالعه ترند. انا كنت بعملها في صينيه بايركس واحط مانجا على الوش واحط روزيتات، بس المره دي حبيت اجرب اللي هي بالطبق اللي بيعملوها. طبعا هي الوصفه بتتعمل بانجلش كيك جاهز. انا طبعا ما بحبش ان انا اشتري كيكات من بره. هوريكم احلى
احلى طريقه ممكن تجربوها للكيك الاسفنجي، حرفيا زي القطن، طعمها رهيبه. طبعا هي بتتعمل بفراوله او اي نوع فاكهه انتوا حابينه، وفي ناس بتعمل ميكس فواكه، بس طبعا انا ملقتش فراوله في السوق. وفي نفس الوقت انا بعشق الكيكات بالمانجا، طبعا لان المانجا بتاعت التقطيع لسه ما طلعتش، فمش موجوده غير السكري والزبديه، والزبديه طبعا حادقه. المهم معايا 3 بيضات، هفصل الصفار عن البياض. انا دايما كنت بستصعب في طريقه فصل الصفار عن البياض، بس بجد طلع مفيش اسهل من كده. الموضوع بسيط جدا. اهم حاجه البوله اللي هتعملوا فيها البياض ما يكونش فيها ولا نقطه ميه تماما، وفي نفس الوقت لما تيجوا تفصلوا البياض عن الصفار افصلوه وهو ساقع من التلاجة، علشان الصفار ما يختلطش مع البيض مع البياض او ينزل منه في البياض بتاعه. حطيت بقى عليهم ذره من الملح كده وقلبتهم مع بعض وركنتهم على جنب. معايا بقى السكر، تلت كوبايه زائد معلقه، تلت كوبايه زائد معلقه كبيره. المقدار بتاع السكر ده مظبوط جدا. معايا هنا بقى ده بياض البيض، هحط عليه معلقه من الخل او ممكن تحطوا عصره نص ليمونه، وهضربه من الاول ضربه كده سريعه لحد ما يعمل رغاوي كده. بعد كده هنزل بالسكر على 3 مرات واضرب، يعني هشغل العجان وهنزل جزء من السكر وانا شغاله بضرب، وبعد كده هنزل بالجزء التاني، وهكذا لحد ما اخلص كميه السكر كلها، ولحد ما يتكون معاكم المارنج اللي هو ده كده. بيكون ده شكله، بيعمل معاكم منقار كده، وبيكون في نفس الوقت ما بينزلش من البوله، بيكون متماسك. هجيب بقى صفار البيض اللي احنا عملناه مع ذره الملح، هحطه على البياض، وهضرب ضربه خفيفه خالص، يعني اللي هو على اقل سرعه، لحد بس ما الصفار بتاع البيض يختفي. وده شكله كده. بعد كده معايا بقى المكونات الجافة، معايا نص كوباية من الدقيق زائد معلقتين كبار ومعلقة كبيرة من النشا ونص معلقة من البيكنج باودر، وهنخلهم كلهم مع بعض وبعد كده هقلبهم. بالنسبة للمانجا يا جماعة، انا جبت مانجا زبدية، طبعا هي لسه حادقة مش مسكرة، وفضلت ان انا اجيب سكري، طبعا عارفين ان السكري مش هينفع ان هي تتقطع، فغسلتها كويس وشلتها جمدتها في الفريزر، وبعد كده طلعتها قشرتها وقطعتها. بس طبعا مش بتكون قطع زي يعني الزبدية او الصديقة او اللي هي المانجا اللي بتتقطع. انا حطيت الزبدية في النص واللي هي السكري حطيتها على الوش. جبت بقى المكونات الجافة اللي هما الدقيق والنشا والبيكنج باودر، هحط بقى يعني نص الكمية كده، وهقلب بالاسباتيولا كده. انا بقلب بسرعه عادي، المهم ان الاسباتيولا حاولوا ما تخرجوهاش يعني قدر الامكان عن الخليط، يعني قلبوا كده وهي جوه الخليط عشان ما تفرجوش الهواء منها. نزلت بقى بالمكونات الجافه على مرتين وقلبت بالطريقه دي كده لحد ما الدقيق اختفى تماما. حطيت هنا بقيه الكميه وهقلب برضو بنفس الطريقه لحد ما كل المكونات الجافه تختفي. معايا بقى اخر حاجه معلقتين كبار من الزيت، اي زيت نباتي يكون ملهوش ريحه. هضيف عليهم معلقه كبيره مليانه برضو من اللبن وفانيليا، لان احنا طبعا ما حطيناش فانيليا في الاول. طبعا لو عندكم سايله حطوا. هقلبهم مع بعض. هنا في الخطوه دي كان المفروض اخد شويه من خليط الكيك واقلبها مع اللبن والزيت، وبعد كده لما يدوبوا مع بعض معايا انزل بيهم على بقيه المكونات، بس انا نسيت وحطيت على طول اللبن والزيت، حطيتهم على طول على الخليط بتاع الكيك. قلبت بقى بالشكل ده كده، طبعا الخليط بقى ناعم اكتر معايا. طبعا مسخنه الفرن قبلها، وطبعا كل واحد على حسب فرنه. انا دهنه صينيه زيت علشان ما تلزقش فيها، لان طبعا دي مش هعرف ابطنها بورق زبده. حطيت بقى خليط بتاع كيك فيها كده وهوزعه كويس. طبعا لازم ما ننساش ان احنا نخرج فرقعات الهواء من اي كيك عموما بالستيك كده بالشكل ده، علشان المسام بتاعتها تبقى ضيقه. دخلتها بقى الفرن وسبتها لحد ما استوت. هنا طلعت خلاص وبردت. هبتدي بقى ان انا اقلبها. طبعا مش قادره اقول لكم الكيك بتاعها هش قد ايه وتحفه قد ايه. الوش اللي فوق ده ممكن طبعا تقشروه بالسكينه لو مش حابينه. قطعتها بقى كده شرايح بالشكل ده. بصوا عايزه اقول لكم ان الكيكه دي حرفيا احلى كيكه ممكن تجربوها اسفنجيه، طعمها رهيبه فعلا. كمان لو عندكم قالب الانجليش كيك ممكن تعملوا فيه وتقطعوها شرايح. انا عندي بس انا حبيت ان انا اعملها بالشكل ده كده. هقطع بقى الكيك كلها بنفس الطريقه. بصوا انا عايزه اوريكم من جوه الكيكه عامله ازاي وهي بتتقطع، بجد حلوه قوي قوي فعلا. وكمان لما بتعملوها مع الفاكهه ومع الكريمه بتبقى تحفه. هركنهم بقى على جنب. وطبعا عملت الكريمه انا بحط دايما كوبايه الا ربع من الميه المتلجه او اللبن المتلج ومع السكر، وبدوبهم مع بعض، وبعد كده بضيف كوبايه من الكريمه. دايما بخلي نسبه الكريمه اكتر من نسبه السوائل، وبعد كده لو حسيت ان هي تقيله بعد ما اضربها بزود لبن تدريجي.
يعني ما بحبش ان انا احط يعني ده قد ده من الاول عشان ما تبقاش سايله معايا واجي بعد كده اضطر ازود كريمه. طبعا المفروض تجيبوا الطبق ده، البوله دي كده، تغلفوها بالاسترتش عشان الفاكهه تلزق فيها. انا طبعا ما كانش عندي، ففتحت كيس تلاجة كده من تحت، قصيته وفتحته من الجنب بالشكل ده وحطيته في الطبق. طبعا هنا انا معايا المانجا اللي هي الزبديه، ودي كانت حادقه شويه ما كانتش مسكره قوي، فهحطها في النص. ودي المانجا السكري، بعد ما طبعا جمدتها في الفريزر وقطعتها زي ما قلت لكم. هحط بقى طبقه كده من المانجا، وبعد كده هحط طبقه من الكريمه. انا عملتها مرتين. تاني مرة ظبطت الكريمة اكتر، يعني انا دلوقتي هحط الكريمة ما وصلتهاش لاطراف الطبق، فطلعت معايا في الاخر من بره لما قلبتها الاطراف بتاعه الكيك من الجناب كانت باينة. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، ان انتوا ممكن تضربوا الكريمة بشوية عصير مانجا مع شوية لبن، هيبقى معاكم احلى موس مانجا ممكن تدوقوه. بس طبعا هي المانجا غالية، فانا ما كانش عندي اصلا مانجا ان انا اعصرها. طبعا انا دي اول مرة كنت بعملها فيها، فهي دي اللي صورتها، ما صورتش المرة التانية. بصوا انا هنا بوزع الكريمه كده في الجوانب. لما تيجوا تعملوها وزعوها لحد اطراف الطبق، يعني عشان تبقى مغطيه طبقات الكيك كلها. بصوا انا هنا عملتها لحد النص كده واكتفيت بكده. لا انتوا وزعوا الكريمه لحد فوق. جبت بقى الكيك كده وحطيته بالشكل ده. طبعا اي فراغات هغطيها، يعني لو في مثلا مكان محتاج كيكه او حاجه، كنت بقطع مثلا واحده اتنين واروح حاطه في الفراغات دي بالشكل ده كده. تاني حاجة الكيك، انا سقيتها باللبن. يعني هعمل بالفرشة دلوقتي كده على بسيط باللبن، لان هي طبعا لازم تقعد في التلاجة، فكل ما بتقعد كل ما بتتشرب من الكريمة. فما تبالغوش في ان انتوا تسقوها بلبن كتير علشان ما تبقاش طرية وتبقى شبه القشطوطة الجاهزة اللي هي بتبقى معجنة دي كده، بتبقى غرقانة لبن، فبصراحة مش بحبها. بس طبعا هي اذواق يعني براحتكم. طبعا ممكن تسقوها 7، ممكن تسقوها اي سيرب عندكم خفيف، اي حاجة انتوا عايزين تسقوها بيها سقوها. انا اكتفيت بشوية من اللبن. حطيت بقى طبقة كريمة تانية كده على الكيكة، وهوزعها برضو كويس. وبعد كده هنزل بقى بالمانجا. بالنسبة للكريمة انا مستخدمة كريمة ريتش المتحدة، دي افضل كريمة ممكن تستخدموها بعد طبعا كريمة الخفق السايلة. الكريمة دي رهيبة، بتبقى دسمة جدا، في نفس الوقت بترمي كمية حلوة، يعني بيكون طعمها كمان غني قوي. وكمان حاطة فيها معلقة من الباستر كريم البودر، بيديها نكهة حلوة جدا. حطيت بقى المانجا اللي هي الزبدية في النص، وحطيت طبقة كده خفيفة من الكريمة عشان لما احط الكيك تبقى يعني تثبت على المانجا وكده وعلى بقية الحشو. هحط بقى الطبقة التانية، وبعد بقى ما خلصت خلاص الطبقات كلها هغطيها بالكيس كده. اهم حاجة تغطوها كويس عشان ما تنشفش. وهضغط بايدي كده ضغطة بسيطة بحيث ان هي يعني تبقى كلها سوا واحد. وكمان حطيت عليها طبق تقيل من فوق كده علشان تاخد الوضع بتاع الطبق، ما تكونش حته عاليه وحته واطيه، ودخلتها التلاجة. هنا دي بقى اللي هي التانية اللي انا كنت عاملاها. بصوا هنا كنت موصله الكريمه للجوانب ازاي. يعني انا لما عملتها تاني صورت الجزء ده، الكريمه كنت موصلها لاطراف الطبق علشان تبقى مغطيه طبقات الكيك كلها. هقلبها بقى في الطبق اللي هو بتاع التقديم، وبعد كده بشيل الكيس بمنتهى السهولة. طبعا لو عندكم مانجا مفرزينها ومقطعينها مثلا شرايح، او مانجا عندكم تتقطع شرايح، ممكن تغطوا الجوانب دي بالمانجا. طبعا انا ما كانش عندي غير اللي هي السكري، طبعا مش هينفع ان انا احطها في الجوانب، فاكتفيت بس بالشكل ده كده. بصوا ده شكلها من جوه، عايزه اقول لكم ان هي رهيبه. دي القديمه اللي كنت عاملاها اللي هي اول مره. بصوا من الجوانب كانت الكريمه مش مغطيه كل طبقات الكيك. عايزه اقول لكم ان هي حرفيا والله العظيم يا جماعه تحفه. اكتر حاجه بجد مناسبه للجو اللي احنا فيه ده، بترطب يعني رطابه مش طبيعيه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، لان هي هتعجبكم جدا، هتدمنوها حرفيا. والكيك ده بجد هتعتمدوه في كل وصفاتكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وده نفس الكيك بتاع الفيديو اللي فات، بس ده فيديو قديم، كنت عاملاها في صينيه بايركس، وهوريكم ازاي عملتها بالموز بتاع المانجا. حطيت بقى كوبايه من عصير المانجا، وهنا انا كنت عصراها من غير ميه، وضفت لها شويه صغيرين من السكر. طبعا مش هزود سكر لان المانجا اصلا بتكون مسكره. ضفت كمان شويه من اللبن، وبعد كده ضربتهم لحد ما السكر داب. وبعد كده حطيت عليهم كوبايه ونص من الكريمه. انا بستخدم كريمه ريتش المتحده، دي افضل نوع كريمه. وهحط كمان معلقتين جبنه كريمي سايبه، انا بستخدم كيري اللي هي السايبه من عند اللبان. حطيت معلقتين اختياري، هي بتدي بس طعم حلو، لكن مش حابين تضيفوها براحتكم. بعد كده هضرب الخليط ده كله كويس جدا مع بعضه لحد ما بقى بالشكل ده. ده بجد احلى موس مانجا ممكن تجربوه. هحشي بقى بيه الكيك.
انا تقريبا ما سبتش اي وصفة كريمة بالمانجا معاهم ميكس تالت غير وعملتها. انا طول ما انا قاعدة فاضية بعمل سيرش عن اي وصفة داخل فيها المانجا والكريمة، بقرر ان انا اطبقها. انا جربت قبل كده الكيك بالمانجا، المرة دي هنجرب حاجة مختلفة. بصوا، هو اصلا الكريمة مع المانجا مع ميكس تالت معاهم بيكون طعم، يعني مش قادرة اوصف لكم طعمه بيكون عامل ازاي. البتاعة دي طعمها رهيب فعلا بجد، لازم تجربوها. جبت ملفيه. الملفيه بيتباع عند اي فطاطري او بتوع مستلزمات الحلويات. هكسره كده بايدي قطع صغيره. طبعا تقدروا ان انتوا تضربوه في الكبه، بس ما تخلوش ناعم قوي، يكون مجروش كده بالشكل ده. الباكت ده انا جايباه ب15 جنيه. معايا بقى موس مانجا، كان فايض من الكيك بالمانجا اللي عملته قبل كده. هزود عليه طبعا كريمه لان الكميه قليله وفي نفس الوقت كان خفيف شويه. بعد ما ضربت الكريمة هديها تقليبة كده بالاسباتيولا عشان تخرج اي فقاعات هوا منها وتنعم معايا. وانا بستخدم كريمة لباني بودر او كريمة ريتش المتحدة، دول افضل نوعين تقدروا تستخدموهم بعد كريمة الخفق. طبعا تقدروا تعملوها في كاسات عادية او في طاجن بايركس. حطيت بقى طبقة حلوة من الكريمة في الأرضية بتاعة الكب، وهحط عليها طبقة كويسة من الملفيه، وهضغط كده بظهر المعلقة علشان الملفيه يثبت في الكريمة، لان انا مش هسقي الملفيه حاجه، فهعتمد عليه ان هو يطرى عن طريق ان هو يتشرب من الكريمه. بعد كده معايا مانجا نعوم مقطعه مكعبات صغيره. تقدروا انتوا تستخدموا الزبديه، هما دول احسن نوعين في التقطيع، بس انا المره الجايه لما اعملها تاني هستخدم مانجا سكري لان بالنسبه لي بيكون طعمها احلى. بس لو هتستخدموا مانجا سكري نقوها ناشفه شويه عشان تعرفوا تقطعوها. حطيت بقى كده طبقه المانجا في النص فوق الملفيه، بعد كده حطيت طبقه تاني من الكريمه، وهفردها بقى بظهر المعلقه، وهنضف الكب بتاعي. لازم على الأقل تدخلوها التلاجة من 4 ل6 ساعات عشان كله يتشرب من بعضه، كله ياخد من طعم بعض. حطيت بقى بعد طبقة الكريمة حطيت طبقة خفيفة كده من الملفيه، وهوزعها كويس على وش الكب. بعد كده آخر طبقة بقى من المانجا، ودي كده آخر طبقة أصلا، مش هحط طبقات تاني. حطيت بقى كمية حلوة كده من المانجا على الوش تداري الملفيه خالص. طبعا تقدروا تستخدموا أي نوع فاكهة انتوا عايزينه، يعني براحتكم. وزعت بقى كده المانجا كويس على وش الكب، وده بيكون شكلها. بجد طعمها تحفة وشكلها حلو جدا. بصوا يعني جميلة جدا بجد، لازم تجربوها هتعجبكم فعلا، وحلوة قوي قوي بجد في الجو ده. حرفيا اللي ما جربش الفادجي كيك فايته كتير. الناس اللي بتشتغل من البيت جربوا بجد ولو لمرة واحدة تضيفوه للمنيو بتاعكم. انا متأكدة ان هيعجب الناس جدا. انا عارفة ان الاكل اذواق، بس بجد ده من الكيكات اللي ما يختلفش عليها اتنين. الكيك بتاعه بيكون مميز عن طعم الكيك اللي بناكله من المحلات. لما بتشتروا مثلا تورته من مكان معين او محل او حاجه بتكون معموله بدقيق سبونج، ده مختلف تماما عنه، بيكون مميز قوي. الكيك بتاعه بيكون غني جدا، بيتباع في الكافيهات غالي جدا، بس هو طريقته سهله وبسيطه ما فيهاش اي افتكاسه. اهم حاجه ما في الوصفه كلها ان انتوا تستخدموا نوع كاكاو يكون كويس ونضيف. غير كده الطريقه سهله وبسيطه تماما، وهينجح معاكم من اول مره. اول حاجه معايا كوبايه ونص من السكر. انا مستخدمه سكر عادي مش سكر بودره. هضيف عليهم 4 بيضات، ومش شرط في الوصفه دي ان انتوا تكونوا مخرجين البيض من قبلها، عادي ممكن تستخدموه وهو لسه خارج من التلاجة. هضيف عليهم بقى كمان فانيليا، وهضربهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما. انا هنا علشان العجان او المضرب الكهرباء مش بيدوب السكر كويس، فبضربهم افضل في الخلاط، السكر مع البيض مع الفانيليا، وبعد كده برجعهم تاني في العجان، وبكمل بقية المكونات مع بعض بالعجان عادي او بالمضرب الكهرباء على حسب اللي هتستخدموه. تاني حاجة معايا كوباية ونص من الدقيق. انا ما نخلتوش لان انا مستخدمة دقيق مغلف نوع كويس. طبعا في الحلويات الافضل تستخدموا دايما دقيق مغلف، وممكن تستخدموا سايب بس انخلوه كويس. معايا بقى كوباية الا ربع من الكاكاو. اهم حاجة الكاكاو يكون نوع كويس جدا، انا مستخدمة كاكاو غامق. لو حابين الكيك بتاعكم يبقى فاتح الافضل بقى تستخدموا كاكاو فاتح او كاكاو وسط، بلاش غامق. معايا بقى كمان بيكنج باودر وبيكنج صودا. انا هحط معلقه صغيره من ده ومعلقه صغيره من ده. انا هنا المعيار اللي معايا ده كان اللي هو نص معلقه صغيره عشان ما كنتش لاقيه اللي هو المعيار بتاع المعلقه الصغيره،
فحطيت من دي مرتين. لكن هو المقدار معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج صودا. وهقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. وبعد كده هضيفهم على بقية المكونات اللي هو البيض والسكر. بعد ما ضربتهم كويس وتأكدت ان السكر داب تماما، هنزلهم بقى وهضربهم مع بعض. هيكون القوام معاكم تقيل شوية كده. هسيبهم بقى على جنب. بعد كده اخر حاجة معايا كوباية من المية المغلية، ومعايا كوباية الا ربع من زيت نباتي. اهم حاجة الزيت ما يكونش ليه ريحة. انا مستخدمة نوع زيت نباتي. حطيتهم على بعض، المية المغلية على الزيت، ورفعتهم على النار يغلوا مع بعض تاني، لان انا كنت غالية المية بس. ضفت بقى معاها الزيت وحطيتهم على النار يغلوا تماما مع بعض. وبعد كده هنزل بيهم على بقية المكونات وهضربهم بقى كويس قوي مع بعض. وبيكون ده القوام بتاع الكيك. بيكون شبه قوام الكيك العادي، بس ده بيكون اخف شوية. طبعا تقدروا بقى تحطوه في صينية مدورة. انا حطيته في صينية مربعة مقاس 30 في 40. ونزلت بقى بالخليط بتاع الكيك كده ووزعته كويس في الصينية. طبعا حاطه فيها ورقة زبدة، تقدروا طبعا تدهنوها دهنة من الزيت وتبطنوها برشة من الدقيق او الكاكاو. وهساوي بقى الخليط كويس في الصينية، وهخرج منه اي فقاعات هوا كده بان انا امشي فيه بخلة سنان او بعصاية الشيش طاووق، او اخبط الصاج على الرخامة كده او على الترابيزة كام خبطة. بعد كده بقى بدخله الفرن مسخناه قبلها على درجة حرارة 180. بسيبه يعني تقريبا ربع ساعة بيكون استوى. اول ما بيطلع وهو سخن بفرش على وشه ورقة زبدة علشان تشيل الوش الملزق ده، ما بنكونش محتاجينه، بيكون فيه زفارة البيض وبيكون بيلزق كده. بس طبعا لو سبتوه مش هيأثر على الكيك في حاجة يعني. قسمت بقى الكيك نصين كده. طبعا هما مطلعوش معايا قد بعض، بس احنا كده كده بنسوي الاطراف في الاخر. شلت بقى اول جزء كده. بصوا الكيك بيكون من جوه هش كده وبيكون طعمه بجد رهيب. هركنهم بقى على جنب. ومعايا الكريمة. انا عامله كريم شانتيه بستخدم نوع اسمه ريتش المتحده. بجد طعمها بيكون رهيب وبتكون دسمه جدا. ضربها مع سكر ولبن متلج او ميه متلجه. وبعد كده ضفت لها شويه كده من جناش الشوكولاته. طبعا في ناس بتلون الكريمه بالكاكاو، بس انا ما بفضلش يعني ان انتوا تلونوها بالكاكاو خالص، لان بيخلي الكريمه مره كده وطعمها غريب. فالافضل ان انتوا تحطوا عليها جناش شوكولاته او اي شوكولاته كريميه اللي هي قابله للدهن، زي اللي هي الانواع اللي هي بتبقى في البرطمانات دي. جبت بقى الكيك وهبتدي ان انا اسقيه باللبن. طبعا انا كل مره بسقي الكيك بتاع الشوكولاته باخد معلقتين من جناش الشوكولاته وبخففهم بشويه ميه او لبن، وبسقي بيهم طبقات الكيك. طبعا ممكن تستخدموا لبن، بس ممكن تستخدموا شويه ميه بسكر او اي سيرب عندكم. ميه الكمبوت او السيفن او الميريندا والحاجات دي. يعني بفضل ان انا اسقي بيها الكيك اللي هو الفانيليا. بحس ان هما مش الحاجات دي مش بتليق مع كيك الشوكولاته، بس طبعا هي اذواق في الاخر براحتكم. بس الافضل زي ما قلت لكم تسقوها بشويه لبن كده، او شويه من جناش الشوكولاته متخففين بلبن او ميه زي ما قلت لكم. طبعا الميه بتخلي عمر الكريمه اطول، بس كطعم طبعا انا بفضل بلبن. بيبقى الحاجه طعمها غني اكتر وبيكون طعمها احلى. وكمان انتوا كده كده يعني بتبقوا عاملين لبيتكم او مثلا شغالين اونلاين عكس المحلات اللي بتعمل كميات كبيره. فالافضل تستخدموا طبعا لبن. جبت بقى الكيك كده بعد ما قسمته نصين، حطيت اول طبقه وبعد ما خرمتها كويس بستيك كده وشربتها باللبن. طبعا الكيك هش واسفنجي فاتشرب بسرعه. حطيت بقى طبقه من الكريمه وسويتها كده كويس. بعد كده هحط الجزء التاني. دايما الطبقه الاخيره بتاعه وش التورته خلوها دايما مقلوبه على ظهرها، يعني اللي هي الارضيه بتاعتها اللي بتكون في الصينيه دي تبقى هي يعني سطح الكيك بتاعكم او سطح التورته بتاعتكم او الجاتو بتاعكم ايا كان، لان بيكون السطح ده متساوي عن الوش بتاع الكيك. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا ده ظهر الكيك من تحت اللي هو كان في الصينيه. هسقيه بقى برضو كويس باللبن. وبعد كده هغلفه كويس بالكريمه. طبعا هقطع الاطراف الاول، لان زي ما انتوا شايفين الجزء اللي تحت كان اكبر من اللي فوق شويه. فالافضل وانتوا بتقطعوها استخدموا مسطره طويله او حاجه. انا عندي مسطره بس كسلت بصراحه ان انا اقطع بيها، فقسمتها كده يعني بالحظ فطلع معايا جزء اكبر من جزء. وانا هنا هقطع الاطراف بس اللي هي مش متساويه، يعني مش هقطع من الاربع جوانب. طبعا لو هتعملوا جاتو لازم تقطعوا الاربع جوانب، لكن انا عشان عاملاه تورتايه فكله هيتغطى بالكريمه. فقطعت بس الاجزاء اللي هي
اللي هي شكلها باين او اللي هي مش متساويه مع بعض، عشان ما اهدرش اكتر من الكيك. هي طبعا الاطراف دي مش هتترمي، بيتعمل بيها كبات، بس برضو علشان ما تاثرش على حجم التورته بتاعتي. فزي ما انتوا شايفين كده انا ما جيتش جنب الجزء اللي فوق، انا قطعت بس اللي تحت وسويته مع اللي فوق، يعني قطعت الزياده. وعملت كده في جنب تاني، بقيه الجوانب كانت متساويه، فزي ما قلت لكم ما قطعتهاش من 4 جوانب. وبستخدم دايما في تقطيع التورت او الجاتوهات السكينه اللي هي المشرشره، او الطرنش اللي هو بتاع الجاتو اللي هو الطويل ده. بلاش سكينه عاديه علشان ما تفرولش معاكم الكيك، الافضل السكينه المشرشره. هغلف بقى التورته كلها كويس جدا بالكريمه من الوش ومن الجوانب، وبعد كده هدخلها التلاجة قبل ما احط عليها جناش الشوكولاته، لان لو حطيتوا عليها جناش الشوكولاته دلوقتي مش هيمسك بسرعه، يعني خصوصا لو هو مش تقيل قوي. فالافضل تكون الكريمه ساقعه علشان لما تحطوا الجناش على التورته يتماسك على طول وما يفضلش يقع من عليها. وطريقه الجناش الشوكولاته، انا بستخدم ربع كوبايه لبن، وطبعا ممكن تستخدموا ميه، بضيف معاهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، وبدوبهم الاول بمضرب يدوي على البارد، وبعد كده برفعهم على النار على نار هاديه خالص لحد ما يسخنوا. بيبقوا عاملين زي كريمة الخفق كده، بضيف عليهم قالب شوكولاتة اللي هو 200 جرام، وبقلب على نار هادية خالص لحد ما يدوب. وبعد كده في الاخر بحط معلقتين زيت او مكعب زبدة عشان بس يديله لمعة، وبسيبه يبرد وبضيفه. طبعا لو برد منكم تماما وتقل، لان هو لما بيبرد بيتقل، ممكن ترجعوه على شوية بخار مية تاني سخنة يا دوب بس يفك، وبعد كده تستخدموه عادي. انا هنا كنت ضايفة معاه سوداني مجروش، طبعا ممكن تحطوا مكسرات وممكن تسيبوه كده سادة. هغلف بقى التورتايه كويس بجناش الشوكولاته من الجوانب ومن الوش وكده، وبعد كده هدخلها التلاجة الجناش يمسك اكتر قبل ما اقطعها. طبعا عايزه اقول لكم بيكون طعمها حرفيا رهيب، وكل ما سبتوها في التلاجة اكتر كل ما كان طعمها احلى. الكيك نفسه بيتشرب من الكريمه، كله بيمتزج مع بعضه كده، يعني كل حاجه بتتشرب من طعم التانية، فبيكون طعمهم رهيب. غلفت بقى التورتيه كلها كويس جدا كده من الجوانب، واتاكدت ان هي كلها متغطيه تماما بجناش الشوكولاته. طبعا تقدروا يعني تزينوا باي حاجه انتوا حابينها، ممكن تسيبوها بيضه كده وتزينوا مثلا بفاكهه او بحاجه. نقلتها بقى في طبق التقديم وهقطعها، هوريكم شكلها من جوه. بقطعها بقى بالسكينه. بصوا الكيك عايزه اقول لكم ان هو يعني طري وهش ورهيب. طبعا انا عشان عاملاها لينا في البيت فقطعت بسكينه عاديه، لكن لو هتشتغلوا من البيت او مثلا هتعملوا منها جاتو وعايزين تقطعوه يطلع متساوي معاكم، طبعا لازم تستخدموا السكينه المشرشره، وقبل ما تقطعوها تحطوها في ميه سخنه وتنشفوها بمنديل مطبخ وتقطعوا، ترجعوا تنزلوها في ميه سخنه تاني وتمسحوها وتقطعوا علشان يطلع معاكم الشكل متساوي من جوه، وما يكونش شكلها زي ما انا عامله كده. بس انا زي ما قلت لكم انا طبعا قطعت بسكينه عاديه عشان هي لينا في البيت، فمش فارق معايا الشكل قوي. عايزه اقول لكم طعمها حرفيا تحفه، لازم فعلا فعلا تجربوها، هتعجبكم جدا. هستنى بجد تجربوها وتقولوا لي رايكم. مكوناتها سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص. دي احلى طريقه ممكن تجربوها للكوكيز بجد، واحلى حاجه تتحط للاطفال في اللانش بوكس بتاع المدرسه. وهقول لكم ازاي يطلع معاكم طري من جوه وما يقلبش معاكم بسكويت ويكون ناشف. في طبق حطيت كوبايه من الدقيق، وهضيف عليها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هو كربونات الصوديوم، وانا بستخدم دريم نوع كويس جدا. دي كده المكونات الجافه اللي معايا، ناقصهم بس الكاكاو. هقلبهم بقى وهركنهم على جنب. بعد كده في طبق تاني هضيف السكر. المفروض ان الكوكيز بيتعمل بسكر بني او ميكس ما بين الابيض والبني، انا هستخدم سكر ابيض بس. مقدار السكر معاكم من كوبايه الا ربع لحد كوبايه، انا حطيت كوبايه الا ربع والمقدار ده كان مظبوط قوي. بلاش تزودوا افضل عشان ما يكونش مسكر قوي، لان طبعا لسه هنضيف الشوكولاته. ويفضل بجد ان انتوا تطحنوا السكر في الكوكيز علشان يبقى طري معاكم من جوه. اللي بينشفه بجد وبيخليه يقلب بسكويت هو ان السكر بيكون صحيح. ضفت بقى عليهم معلقه كبيره من العسل الاسود وقلبتهم مع بعض. بعد كده هضيف الزبده. المقدار بتاع الزبده نص كوبايه زائد معلقتين كبار، والزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش سايحه ولا تكون ساقعه من التلاجة. بعد كده هضربهم مع بعض بالمضرب الكهرباء، طبعا ممكن تستخدموا المضرب اليدوي بس هتاخد معاكم وقت شويه.
هضربهم لحد ما السكر والزبدة يختلطوا مع بعض ويكون القوام بتاعهم كريمي ويكون لونه فاتح شوية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وكنت كل شوية بنزل اللي في الجوانب بالاسباتيولا علشان كله يدوب مع بعضه والسكر يدوب مع الزبدة. بعد كده هضيف بيضة، والبيضة طبعا لازم برضو تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان لو حطيتوها ساقعة هتجمد لكم الزبدة تاني وهتخلوها تخرز منكم. وهضيف عليها نص باكت من الفانيليا، والفانيليا هنا مش اساسي لان كمية الكاكاو اللي هتضاف هتغطي على اي زفارة للبيض، فممكن تضيفوا فانيليا وممكن لأ براحتكم. ضربتهم بقى مع بعض لحد ما البيضة اختفت والقوام رجع كريمي تاني. وبعد كده هضيف المكونات الجافة اللي هي كوباية الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو. والكاكاو طبعا يكون خام غير محلى. انا بستخدم كاكاو خام اسباني بس طبعا بجيبه من حد موثوق، طبعا استخدموا النوع اللي تفضلوه. بس طبعا كل ما كان الكاكاو نضيف وكويس كل ما اداكم طعم احلى. ضفت بقى كوباية الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وهضيف عليهم تلتين كوباية من الكاكاو، ممكن تستخدموا الفاتح او الغامق او الوسط براحتكم. ضفت بقى تلتين كوباية وبعد كده هخلطهم مع بعض بالمضرب. طبعا لو المضرب بتاعكم ضعيف او الوات بتاعه مش قوي بلاش تعملوا الخطوة دي بالمضرب واعملوا بالاسباتيولا افضل او بايديكم. انا خلطتهم بالمضرب وبعد كده كملت بالاسباتيولا. وعاوزة اقول لكم ان انتوا ممكن تعملوه وتشيلوه في التلاجة وتاني يوم الصبح مثلا تشكلوه وتخبزوه، او مثلا تسيبوا العجينة في التلاجة يومين او 3 براحتكم عادي. كل ما قعدت اصلا في التلاجة كل ما اداكم نتيجة احسن، فما تقلقوش يعني ممكن تعملوها من قبلها وتحطوها في التلاجة وتسووا منها وقت ما انتوا عايزين. بعد كده قلبتهم بقى بالاسباتيولا عشان زي ما انتوا شايفين في دقيق وكاكاو لسه مختلطوش وفي زبدة برضو لسه مختلطتش. بعد كده معايا شوكولات شيبس، طبعا حطوا الكمية اللي انتوا حابينها. انا ضفت نص كوباية وهقلبها كويس معاهم. وبعد كده هدخل العجينة طبعا هغطيها وادخلها التلاجة اسيبها على الاقل ساعة قبل ما ابتدي ان انا اشكلها علشان كمان اعرف اشكله وما يلزقش في ايدي. بعد ما خرجتها من التلاجة طبعا كانت الزبدة جمدت فيه فهعرف ان انا اشكله بسهولة. هاخد بقى يعني كور كده الحجم اللي انتوا حابينه طبعا، وخلوا بالكم حطوهم بعاد عن بعض في الصينية علشان هما طبعا يعني بيفرشوا في الفرن فعشان ما يلزقوش في بعض. هنا الشكل ما كانش باين قوي علشان الاضاءة كانت ضاربة في الصينية. انا عملتهم كور كده زي ما انتوا شايفين وسايبة فراغات ما بينهم. بعد كده حطيت عليهم شوية شوكليت شيبس كده بسيط من فوق لان انا طبعا حاطة في العجينة نفسها. وخبزته لمدة من 11 ل 13 دقيقة مش اكتر من كده علشان ما يكونش ناشف معاكم. وبعد كده لما بتخرجوه بتسيبوه في الهواء شوية بيبتدي ان هو ينشف. فلو لقيتوه طري الوش بتاعه وهو في الفرن ما تقلقوش لو خد المدة اللي هي بتاعة التسوية، ولقيتوا الوش بتاعه لسه طري ما تقلقوش طلعوه، هو لما يتعرض للهواء هينشف حاجة بسيطة. بس كده ده شكله. عايزة اقول لكم ان طعمه اقسم بالله حرفيا تحفة، لازم فعلا تجربوه، طعمه حلو جدا. وعلى فكرة مش دي الكمية طبعا كلها، مقدار الدقيق والكاكاو دوت عملوا لي 34 واحدة. طبعا ده يرجع للحجم برضو اللي انتوا هتعملوه، انا الحجم ده طلع معايا 34 واحدة. وبألف هنا مقدما للي هيجربه. المافن كيك من الكيكات بجد السهلة البسيطة في نفس الوقت بيكون طعمها حلو جدا، كمان مناسبة جدا ان انتوا تحطوها في اللانش بوكس بتاع المدرسة لان بتعمل كمية كبيرة. وفي نفس الوقت بدل ما يشتروا كيكات من بره جبت طبق هحط فيه كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام الأسباني. دايما في أي كيك أو في أي حاجة فيها نسبة كاكاو كبيرة لازم نضيف طبعا بيكنج صودا علشان الكاكاو من الحاجات اللي بتخلي الكيكات مش مرتفعة قوي، فلما تضيفوا بيكنج صودا هترتفع شوية. وطبعا المافن كيك مش من الكيكات اللي هي بتعلى قوي زي الكيك العادي. ضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهضيف معلقة صغيرة من اللي هو الكربوناتو اللي هو البيكنج صودا، أنا بستخدم دريم نوع كويس جدا. هقلبهم بقى كلهم كويس جدا مع بعض وهركنهم على جنب. بعد كده معايا المكونات السائله، معايا الاول كوبايه الا ربع من السكر، ممكن تستخدموا كوبايه او نص كوبايه براحتكم على حسب درجه السكر اللي انتوا بتحبوها، بس يفضل كوبايه الا ربع او نص كوبايه علشان الشوكولاته فعشان ما تكونش مسكره قوي. ضفت عليها بيضتين وفانيليا ومعلقه كبيره من الزبادي، كمان ضفت نص كوبايه من الزيت، وهضيف كمان كوبايه من اللبن الدافي. وهخلط بقى المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب بنسبه كبيره. طبعا ممكن تستخدموا المضرب الكهرباء لو حابين، بس انا عملتها بالمضرب اليدوي. خلطت بقى كله كويس مع بعضه لحد ما بقى بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليهم بالمكونات الجافه وهخلط بقى الكيك كويس جدا مع بعض. والمافن كيك بيكون قوامها اتقل من قوام الكيك العادي
بشوية يعني مش بكتير، بس بيكون قوامها أتقل حاجة بسيطة. خلطت بقى كله كويس جدًا مع بعضه لحد ما بقى بالشكل ده، واتأكدت إن كل الدقيق داب تمامًا والكاكاو كمان. بعد كده هادّيهم تقليبة بالإسباتيولا برضه، علشان لو في أي تكتلات أو في أي حاجة ما دابتش من تحت. ده كده بيكون القوام بتاعها. هاقلّبها كويس جدًا عشان بُصّوا زي ما أنتم شايفين في لسه تكتلات، فهافضل أقلّب فيها لحد ما تبقى ناعمة تمامًا معايا وأتأكد إن كله داب. خلاص هنا كله داب معايا. هادّيها بقى تقليبة بالإسباتيولا كده عشان لو في أي حاجة في الأرضية لسه ما دابتش. وهنا أنا شغّلت الفرن علشان يسخن. بلاش تسخّنوا الفرن قبلها بفترة كبيرة، غير في المعجنات، يعني في الكيكة سخّنوه قبلها ب5 دقايق بالكتير، علشان لمّا بتدخّلوها على فرن حامي أوي هتعلى مرّة واحدة، أي كيكة عمومًا، وبعد كده هترجع تهبط تاني عشان الحرارة كانت عالية. فأنا سخّنته قبلها ب5 دقايق تقريبًا. حطيت بقى ربع كوباية من الشوكولاتة شيبس كده، وقلّبتها كويس مع خليط الكيك. طبعًا ممكن تحطّوا أي شوكولاتة أنتم بتحبوها، ممكن تحطّوا شوكولاتة اللي هي اللي هو البلوك ده اللي هو بيكون 200 جرام وتكسّروه وتحطّوه فيها. أنا حطّيت شوكولاتة شيبس. ممكن كمان على فكرة ما تحطّوش أي شوكولاتة فيها خالص. مليت بقى الكَب كده لحد يعني 3/4 تقريبًا، لإن زي ما قُلت لكم هي مش بتعلى أوي. معايا بقى شوكولاتة شيبس هاحط كام واحدة كده بس على الوش، وبعد كده هادخّلها الفرن. دخّلتها على درجة حرارة 180، سِبتها لحد ما استوت، واختبرتها بخِلّ من النُص لقيتها طلعت نضيفة، فقفلت عليها النار. وده شكلها كده بعد ما خرّجتها. هاسيبها بس تهدى شوية علشان الشوكولاتة اللي فوق لسه سايحة حاجة بسيطة. وبعد كده هابتدي إن أنا بقى أطلّعها من القوالب اللي هي الcup cake دي. طبعًا ممكن تستخدموا على فكرة قوالب الcup cake الورقية، وتستخدموا صينية الcup cake لو ما عندكمش السيليكون. ده كده بيكون شكلها. عايزة أقول لكم إن مش دي بس الكمية اللي طلّعتها معايا، أنا عملت ضعف المقدار تاني، يعني أنا عملت 12 واحدة في القوالب اللي هي بتاعة الcup cake، وعملت 12 تانيين، يعني عملت معايا 24 واحدة. طبعًا حلوة جدًا إن أنتم تحفظوها بقى في التلاجة أو في الفريزر وتكون متغطية، تحطوا للأولاد منها في الlunch box تكون حلوة جدًا. حبيت أجرّب الملفيه الكدّاب. تعالوا نجربه مع بعض واقول لكم رأيي بصرف النظر عن الشكل اللي باظ مني، لانه انا بعمل عليه خطوط بالكراميل الكيس اتفتح ووقع كله عليه، فمعرفتش اظبط شكله غير كده على قد ما عرفت يعني. المهم الطعم في الاخر. معايا طبق فيه سكر ناعم، مش بودرة، سكر ناعم عادي، ومعايا طبق فيه زبدة مسيحاها، يعني زبدة سايحة. ومعايا لفة جلاش، طبعا جلاش لازم يكون طازة. انا كنت شايلاه في الفريزر ولسه اول يعني مرة دلوقتي افتحها، فطبعا رجعت طازة تاني. سبتها طبعا خدت درجة حرارة المكان واستخدمتها. ولازم نغطيه بفوطة واحنا شغالين فيها علشان ما ينشفش منكم. جبت بقى الصينية، حطيت عليها ورقة من الزبدة، طبعا مش دهنة ورقة الزبدة حاجة. حطيت اول ورقة جلاش، وهبتدي ان انا ادهنها كويس جدا بالزبدة، يعني بالفرشة اوزع طبقة حلوة من الزبدة عليها علشان يورق معايا ويكون زي طعم الملفيه كده، لان طبعا عارفين ان الملفيه العجينة بتاعته بتتعمل بزبدة مش بسمنة. هدهن بقى ورقة الجلاش كويس كده، انا بدهنت ما بين كل ورقة وورقة. وبعد كده هرش عليها سكر من اللي هو السكر الحبيبات اللي معانا. وانا زي ما قلت لكم مستخدمه سكر حبيبات ناعمه مش خشنه ومش بودره، سكر ابيض عادي. برش رشه بسيطه خالص يعني مش كتير، ما تكتروش. هكرر بقى نفس الموضوع مع بقيه الجلاش كله، يعني هحط ما بين كل ورقه وورقه زبده، وهحط رشه من السكر. انا هنا الاطراف كانت متنيه، فقلبت الصينيه. طبعا لو عندكم صينيه اكبر يكون افضل. انا هنا قلبت الصينيه الناحيه التانية علشان الاطراف بتاعتي تكون مفروده، لان لما الزبده تجمد فيه، لما تيجوا تفردوا الاطراف لو الصينيه بتاعتكم صغيره ومثلا طلعتوا منها ما تيجوا تفردوا الاطراف هتتكسر منكم. فانا عشان كده قلبت على ظهر الصينيه من الناحيه التانية وفردت الاطراف، بقت قدامي ورقه الجلاش كلها مفروده. هخلص بقى برضو الكميه كلها بنفس الطريقه. خلاص هنا خلصت الكميه كلها. انا استخدمت يعني ورقه الجلاش كلها، ما سبتش بس غير حوالي ورقتين 3 كانوا مكسرين. فرشت بقى على وشها كمان ورقه زبده كده غطيتها بيها. وبعد كده هدخلها التلاجة علشان الزبده تجمد فيه. سبتها بقى تقريبا ربع ساعه وكانت الزبده جمدت فيها. بعد كده جبت السكينه، هبتدي ان انا اقطع الاطراف علشان اسويه كله ويبقى قد بعضه. هنا بشيله بورق الزبده، عشان كده فرشت ورقه زبده في الاول علشان تسهل عليا ان انا اشيله واحطه من غير ما يتكسر مني. هقطع بقى الاطراف بالشكل ده كده. هقطع بقى الاطراف من الاربع جوانب كده، وهتلاقوا بتتقطع معاكم بكل سهوله عشان طبعا الزبده جمدت فيه، فهتساعد معاكم ان هو يتقطع على طول.
وطبعا الاطراف دي مش هنرميها، يعني انا هسويها لوحدها. تقدروا ان انتوا تحطوا عليها اي شربات عندكم او تحطوا عليها اي صوص انتوا حابينه تاكلوها كده. خلاص هنا سويته من كل الجوانب. جبت بقى مسطرة علشان اقطعه جزئين قد بعض، وطلع معايا مقاس 30 تقريبا، قطعت عند ال15. وطبعا اسهل حاجة عشان يتقطع معاكم ويكون منتظم ان انتوا تجيبوا سكينة كده يكون ليها سن رفيع. انا بحطها اقطع اول حتة وبعد كده بمشي، يعني بمشي فيها على طول كده. خلاص هنا قطعتهم جزئين قد بعض. طبعا مشغلة الفرن قبلها علشان يسخن. انا الفرن عندي حامي فدايما بهدي النار واسيب الحاجة تستوي براحتها. هشيله بقى احطه في صينية، وبعد كده هحط ورقة الزبدة اللي انا كنت حطاها على الوش تاني، وبعد كده هضغطه بصينية تانية علشان ما يتنفخش معايا زي الجلاش ويترفع لفوق. حطيت بقى صينية فوقيه كده وهدخله واسيبه في الفرن لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. هنا خلاص بعد ما خرج من الفرن انا ما فتحتش عليه الشواية، انا سبته لحد ما خد لون من الجنبين. طبعا مهديه النار علشان يستوي براحته. هشيل بقى الصينيه وهشيل ورقه الزبده، وطبعا لازم نسيبه يبرد تماما. وهنا ده شكله. هسيبه بقى يبرد على جنب، وطبعا هعمل الكريمه. وطبعا ممكن تعملوا باستري كريم. الكريمه انا بستخدم نوع اسمه ريتش المتحده، رهيبه بجد، دسمه جدا وحلوه قوي. انا بضرب الاول اللبن المتلج او الميه المتلجه مع السكر، وبعد كده بضيف الكريمه، وكمان بضيف لها معلقه من الباستري كريم البودر. بجد بيخليه الكريمه فظيعه، بيخليها طعمها حلو جدا. عملت بقى الكريمه، بعد كده هحطها في كيس حلواني. طبعا انا سبت الجلاش برد تماما معايا، مينفعش طبعا تستخدموه وهو سخن عشان ما يسيحلكمش الكريمه. حطيت بقى الكريمه في كيس حلواني. بعد كده جبت اول جزء وهبتدي ان انا احط عليه كريمه، وبعد كده هفردها كويس بالسباتيولا، وبعد كده هحط الجزء التاني. وطبعا انا ما سقيتش الجلاش حاجه، ان انا بس مجرد ان انا دهنت زبده ما بين الطبقات زي ما انتوا شفتوا، حطيت عليه السكر، رشه بسيطه خالص من السكر. ما سقيتهوش شربات ولا حطيت اي حاجه تاني. ممكن بقى هنا بعد ما تحطوا الكريمه ممكن تحطوا فراوله او مانجا او اي فاكهه انتوا حابينها. حطيت بقى الجزء التاني وهحط برضو كريمه على الوش وهغلفه كويس بالكريمه. عملت بقى صوص كراميل في البيت، وزودت عليه كريمه من الكريمه دي اللي انا عاملاها اللي هي البيضه، علشان يبقى واخد اللون بتاع الصوص اللي هو الدولسي ديليتشي. سويت بقى الكريمه كده من الجنب، وده الصوص اللي انا عملته اللي هو الكراميل وعليه كريمه. طبعا حطيته في كيس حلواني، وكنت حابه ان انا اعمل عليه خطوط عشان يبقى شبه الملفيه بتاع بره. وطبعا هنا قبل ما احط عليه الصوص بتاع الكراميل كنت دخلته التلاجة علشان الكريمه تمسك شويه. وللاسف وانا بعمل عليه خطوط كنت ناويه بعديها بستيك او بخلة سنان، كنت ناويه اعمل عليه يعني رايح جاي كده زي الملفيه وزي اللي هو كيكه التريليتشا. فطبعا الكيس بتاع الحلواني اتفتح من فوق ووقع مني على الملفيه وكده. طبعا الشكل باظ مني، فاضطريت ان انا افرده بالاسباتيولا واعمل عليه خطوط عشوائي كده. وده الشكل النهائي للاسف يعني. طبعا التزيين ده براحتكم. عايزه اقول لكم هو ملوش علاقه بالملفيه، بس حرفيا هو طعمه تحفه. طبعا ما ينفعش تقطعوه في وقتها لان هيتكسر منكم. لازم تسيبوه على الاقل ساعتين في التلاجة علشان تقدروا تقطعوه. تاني حاجه قطعوه بسكينه عاديه، مش مشرشره. المشرشره دي او الطرنش ده بتاع الكيك والتورت والجاتوهات علشان ما يتكسرش منكم. حرفيا طعمه والله العظيم تحفه، هيعجبكم جدا. طبعا هو مش شبه الملفيه بصراحه خالص، بس بجد طعمه رهيب. القرمشه بتاعه الجلاش مع الكريمه مع الصوص اللي هو بتاع الكراميل حرفيا رهيب، لازم تجربوه. وبجد متاكده ان هو هيعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.